أول ما نسمع صوت الرعد كده، وأول ما المطرة تنزل والبرد يمسك جسمنا لازم نجري على المطبخ فورا ونعمل الشوربة أو الأكلة التحفة اللي بتسخن جسمنا كده، ونحس ان هو دوت اللي بيقوينا على البرد اللي احنا فيه والتلج اللي احنا فيه ده بجد. معايا الخضار بتاعي هنا. أول حاجة هنصلي على الرسول ونقول بسم الله. ومعايا هنا الخضار بتاعي كان معايا بطاطستين مقشراهم زي ما انتوا شايفين كده، وهاخد كمان 2 قرن فلفل اخضر حراق. لو مش بتحبوا الحراق تقدروا تحطوا فلفل بارد عادي جدا. وبقطعهم كده اي تقطيعة، مش شرط انها تكون التقطيعة صغيرة. يعني انا بقطعهم كده، البصلاية بقطعها 4 تربع كده زي ما انتوا شايفين. البطاطس برضو قطعتها مكعبات. هنا كان الخضار بتاعي معايا بطاطس، فلفل اخضر، بصلاية، 2 طماطم، وكمان معايا كمان 3 جزرات كده. وكمان كان معايا ربع من العدس الاصفر. طبعا العدس دوت كلنا عارفين فوائده عاملة ازاي. يعني انا بصراحة كنت لسه عارفة من قريب جدا ان هو مسهل للهضم. وكمان ليه فوائد كتيرة جدا، فيه بروتين ومفيد جدا للكبير وللصغير. بصراحة بغسل الخضار كويس جدا وهحطه في مية، واقطع الجزر بتاعي برضو حلقات بتكون يعني متوسطة شوية، ما بقطعهاش كبيرة قوي علشان خاطر ما ياخدش معايا وقت في السوا طويل. عايزة أشوفكم وتقولوا لي في التعليقات، هو بتعملوا الشوربة بتاعة العدس كده بنفس الطريقة بتاعتي والّا بتعملوها بطريقة مختلفة؟ بصراحة أنا المرة دي عملتها بطريقة مختلفة عن كل مرة ما كنت باعملها، وطلعت حلوة جدًا وخفيفة وسهلة وما خدتش معايا وقت تمامًا، ما كمّلتش ربع ساعة وكانت الوصفة جاهزة تمام. غسلت هنا بقى الربع العدس اللي أنا كان معايا دوّة كويس جدًا، وباشيل منه أي شوائب كانت بتبقى موجودة فيه، وبعد كده باحطه على الخضار بتاعي بعد ما حطيت المَيّة. وكمان باحط كام فص من التوم كده، وهاحطهم بقى على النار. أول لمّا يبتدي يغلي كده باشيل أي ريم بيكون موجود على الوش، وباسيبه بقى لحد لمّا يستوى معايا تمام كويس جدًا. بيكون معايا بقى هنا مرقة من اللحمة، باحط مكعب مرقة من اللحمة وباحطها على العدس بتاعي. طبعًا لو مش موجودة عندكم المرقة دي تقدروا كمان تستغنوا عنها. باحط البهار بتاعي بقى هنا معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من الكمون ما تكونش مليانة أوي يعني، وكمان باحط الملح بتاعي على حسب الرغبة. وكمان هنا باحط معلقة صغيرة من بهارات اللحمة أو ال7 بهارات المشكلة، معلقة صغيرة كمان من السمنة، وباقلبهم مع بعض كويس جدًا. أول لمّا الجزر بتاعي يستوى تمام زي كده، باخدها بقى وباضربها في الخلاط بتاعي، بس بعد ما تبرد شوية علشان خاطر ما يكونش غلط على الخلاط. يعني باسيبها تهدى شوية كده وبعد كده باضربها، وبتبقى بالمنظر التحفة دوّة. طبعًا أنا زي ما قُلت لكم عملتها بطريقة مختلفة تمامًا. أنا كنت الأول باعملها كده وبعد كده باعملها زي تقلية كده، ما كنتش باحط السمنة عليها، كنت باحط السمنة في بصلاية كده وبعد كده باحط عليها العدس ده. تقدروا تعملوها بالطريقة دي وتعملوها بالطريقة ديّة، بس أنا بصراحة أنا حبيت الطريقة ديّة خفيفة وسهلة وما فيهاش إيدام ياما، وبصراحة بجد كان طعمها حلو. وبجد أتمنى تجربوها بالطريقة ديّة خفيفة، وبالهنا والشفا على قلوبكم. كانت معاكم نسمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.